أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد بعنوان البحث التسويقي. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن 3 حاجات: إيه هو البحث التسويقي؟ وليه البحث التسويقي مهم؟ وإيه هي أهداف البحث التسويقي؟ البحث التسويقي في علم التسويق هو الجندي المجهول، وهو الجزء اللي ما بياخدش حقه في العملية التسويقية، وأحيانا بيضيع وسط إبداع وجمال أجزاء تانية في العملية التسويقية، زي جزء الإعلان مثلا والعلاقات العامة، أو حتى جزء المنتج وتطويره وبناء العلامة التجارية. لكن لما تتعمق أكتر في التسويق بتبدأ تفهم الدور المهم والمؤثر جدا اللي بيلعبه البحث التسويقي في حياة العملية التسويقية، وبتبدأ تقتنع بأن البحث التسويقي هو الأساس القوي اللي بيتبني عليه أي عملية تسويقية أو خطة تسويقية سليمة. طيب إيه هو البحث التسويقي؟ البحث التسويقي هو طريقة منظمة جدا علشان تجمع معلومات تستفيد منها في إنك تصحح أوضاعك وتحل مشاكلك التسويقية، أو تعرف عن السوق وبكده تشوف اللي المنافسين ما عرفوش يشوفوه، أو إنك تجرب المنتج الجديد بتاعك قبل إطلاقه في السوق، أو تشوف نتيجة التأثير في متغيرات مرتبطة بالمنتج بتاعك الحالي، زي التغيرات في التسعير أو المنتج أو الدعاية. وقبل ما نتكلم عن أهداف البحث التسويقي، يا ترى في فرق ما بين البحث التسويقي الماركتنج ريسيرش وبحث السوق الماركت ريسيرش؟ كتير من الغير المتخصصين في التسويق أو اللي ما يعرفوش عنه غير مصطلحات مش بيفرقوا ما بين البحث التسويقي وبحث السوق، وطبعا في فرق شاسع ما بين المصطلحين. بحث السوق أو الماركت ريسيرش هو مصطلح تسويقي بيعبر عن مجهودك عموما اللي بتعمله علشان تلاقي معلومات تسويقية مهمة عن عناصر السوق، زي المستهلكين والموردين والموزعين والمنافسين، وعن البيئات اللي بتأثر على الشركة، زي البيئات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية والسياسية والبيئية والثقافية والاجتماعية. والبحث ده ممكن يتعمل بشكل عشوائي وأي حد ممكن يعمله، لأن المعلومات هتجمعها من أي وسيلة تقابلك، هتسأل ناس، هتشوف بيانات ماركتنج داتا على النت والمواقع المتخصصة، هتحاول تتجسس تسويقيا على المنافسين ماركتنج انتليجنس، تشوف البيانات المتاحة الداخلية للشركة اللي هي الانترنال ريكوردز وغيرها. أما البحث التسويقي الماركتنج ريسيرش فهو مجهود منظم جدا من الشركات، بيبدأ بتحديد أهداف البحث التسويقي وتحديد أساليب وأدوات تنفيذ البحث وتحديد العينة السيمبلن بطرق اختيار العينة المختلفة، وبعد كده تنفيذ البحث عن طريق فريق محترف تسويقية واللي بيجمع البيانات المطلوبة واللي بتتحلل إحصائيا بعد كده ويتعمل بيها تقرير لمتخذ القرار. يعني نقدر نقول إن في حين إن بحث السوق ممكن أي حد يعمله أو ممكن يبقى جهد عشوائي تعرف من خلاله إيه هي أوضاع السوق الحالية، معدل نموه، الفرص والتهديدات المحتملة فيه، هتلاقي إن البحث التسويقي هو عملية تسويقية منظمة جدا ولازم تتبني على أساس علمي بتعرف من خلالها معلومات عن أي حاجة عاوز تعرف عنها بما فيها السوق. وفي الجزء ده من الكورس بنحاول نركز على البحث التسويقي الماركتنج ريسيرش، بما إنه الأداة الأهم والأكثر تنظيما من الأدوات التسويقية لبحث السوق الماركت ريسيرش. بحث السوق اللي لازم تعمله كأول وأهم خطوة في العملية التسويقية الماركتنج بروسيس الشاملة. تعالوا بقى نعرف ليه البحث التسويقي مهم. لو سألنا سؤال تاني وقلنا إيه هي أكتر حاجة اتغيرت في التسويق والسوق عموما، غالبا هتكون الإجابة هي طبيعة السوق والمنافسة الشرسة فيه. والمنافسة ديت بقت شرسة كده لأسباب كتير، من أهمها إن الحواجز ما بين الدول والأسواق اتكسرت، وعشان كده بقى من الصعب جدا على الشركات إنها تكون ميزات تنافسية قوية، والأصعب جدا إنها تحافظ على الميزات التنافسية اللي بتكونها. في الحالة ديت يجي البحث التسويقي بعصايته السحرية ويقدم ميزة تنافسية قوية جدا للشركات الفاهمة واللي بتطبق التسويق صح. والحقيقة إن العصاية السحرية ديت مش بس بتخلق ميزة تنافسية واحدة، لكن ده بمقدورها إنها تنتج ميزات تنافسية كتيرة جدا. ومعنى الكلام ده بسيط جدا: البحث التسويقي الصح بيديك القدرة إنك تلاقي احتياجات جديدة للأسواق، والاحتياجات الجديدة ديت هتتحول لمنتجات وخدمات مفيدة للناس ومربحة للشركات. والمنتج المبدع الجديد اللي الناس محتاجينه هو بالفعل أكبر ميزة تنافسية حقيقية في السوق. كمان مع الظروف الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم عموما، بقت الموارد والإمكانيات محدودة جدا للشركات، وإذا الشركة ما قدرتش تستغل الموارد المتاحة ديت الاستغلال الأمثل هيؤدي ده لخسائر ممكن توصل لنهاية نشاط الشركة ككل. وبالتالي الشركة محتاجة قرارات صحيحة جدا علشان تقدر تنجح وتنافس في السوق، والقرارات الصحيحة ديت هتاخدها على أساس معلومات صحيحة، والمعلومات الصحيحة ديت هي نتيجة منطقية ومباشرة للبحث التسويقي القوي. عارفين جزاء الشركة اللي بتستهون بالبحث التسويقي إيه؟ في قصص مشهورة لشركات عملت غلطات تسويقية قاتلة، وكانت ممكن تتجنب الغلطات ديت لو عملت أبحاثها التسويقية صح قبل إطلاق منتجاتها. شركة جيربر الأمريكية الشهيرة اللي بتصنع أكل الأطفال نزلت بمنتجاتها في جنوب أفريقيا
وعلى الرغم من قوة وجودة منتجات الشركة المعروفة عالميا، إلا إن منتج الشركة فشل في الدول الأفريقية. ولما بدأ المديرين يسألوا ويبحثوا تسويقيا، اكتشفوا إن هما بيحطوا صورة طفل صغير على علبة، في حين إن المتعارف عليه في جنوب أفريقيا إن اللي مرسوم أو متصور على العلبة هو نفسه الأكل اللي موجود جوه العلبة. وشركة شيفورليه الأمريكية برضه نزلت عربياتها الناجحة أمريكية نوفا في المكسيك، وبعد فترة من معدل المبيعات الشبه متجمد للعربية الجديدة اكتشفوا السبب. نوفا بتترجم أسبانيا للإنجليزي نو جو، وبالتالي أكيد مفيش حد بيحب يشتري عربية مش بتمشي. كان البحث التسويقي هينقذ الشركات ديت لو عملت أبحاث تسويقية أهدافها وصفية للسوق أو اختبارية للمنتج الجديد قبل ما ينزل. تعالوا بقى نتكلم عن أهداف البحث التسويقي. في 3 أهداف رئيسية للبحث التسويقي: حل المشاكل، الوصف، تحديد العلاقات ما بين التعديلات والنتائج، الكاجوال ريسيرش. أول هدف حل المشاكل. بيبدأ البحث التسويقي هنا بيستكشف الموقف ويشوف المشكلة فين ويحاول يحلها. شغلانة حلل المشاكل اللي بيشتغلها البحث التسويقي هنا تعتبر أهم شغلانة ليه، لأن طبيعي إن الشركة في طريقها بتقابل كل شوية مشكلة. المبيعات قلت، الإعلان الأخير ما نجحش، الموزعين متضايقين، والمحلات مش عاوزة تحط المنتج عندها، والموظفين مكسلين ومش عارفين يشتغلوا، إلى آخره من المشاكل اللي بتقابل الشركة كل يوم. دور البحث التسويقي هنا هو تحديد واكتشاف المشكلة علشان متخذ القرار يقدروا يحلوها، لأن غالبا المشاكل اللي الناس العادية بتشوفها ديت بتبقى ظواهر فينومينا مش مشاكل بروبلمز. والظواهر طبعا ما تقدرش تحلها، لكن المشكلة تقدر تحلها. الظاهرة في الشركة ممكن تبقى مثلا إن الموظفين كتير بيسيبوا الشركة، ودي لو متخذ القرار شافها على إنها مشكلة مش هيقدر يحلها. علشان كده محتاجين نعرف بدقة إيه هي المشكلة اللي بتسبب الظاهرة دي. فهنبدأ في التسويق نعمل بحث تسويقي بطريقة الملاحظة، هدفه يحدد المشكلة اللي ورا ظاهرة إن الموظفين بيسيبوا الشركة علشان نحاول نقدر نحلها. وبعد ما عملنا بحث تسويقي اكتشفنا مثلا إن المشكلة اللي بتخلي الموظفين يسيبوا الشركة هو إن مفيش تفاهم ما بين المدير الجديد والموظفين، أو مفيش أوقات راحة والشغل فيه ضغط كبير، أو إن المكاتب مفيهاش تسهيلات ومصعبة الشغل على الموظفين. وتحديد المشاكل ديت اللي عرفناها عن طريق الملاحظة أسلوب من أساليب البحث التسويقي، فسر غموض ظاهرة الموظفين اللي بيسيبوا الشركة وهيساعد في حلها. معنى كده إن الظواهر اللي بتشوفها الشركات كتير زي الإعلانات ما بتجيبش عوائد، المشترين بدأوا يسيبوا منتج الشركة ويشتروا منتجات المنافسين، أو إن بديل لمنتج الشركة ظهر وبيسحب الناس ليه، أو إن نتائج البيع لرجال البيع في الشركة قلت. وعلشان تفهم كل الظواهر ديت بتعمل بحث تسويقي بيحل المشاكل Exploratory Research. تاني هدف من أهداف البحث التسويقي الوصف. ممكن البحث التسويقي يمخمخ بعيد عن المشاكل والأزمات اللي بتقابل الشركة، فهيبدأ يوصف السوق شكله إيه الأيام ديت، فين الفرص والتهديدات الجديدة اللي ظهرت، إيه هي المنتجات الجديدة المنافسة والبديلة، إزاي البيئة الثقافية والتكنولوجية والاقتصادية بتتغير. طبعا أهم وظيفة من وظائف البحث التسويقي واللي هدفه وصف السوق هو تحديد احتياجات السوق أو الناس اللي هي النيد. واحتياجات الناس هي اللفظ التسويقي الأهم بالنسبة للشركة، لأن نجاح الشركة كله بيتوقف على إشباع مربح للاحتياجات دي بشكل أحسن من المنافسين ويكون بيناسب إمكانيات الشركة ومواردها. البحث التسويقي الوصاف ده بنسميه Descriptive Research، وبنطلع منه بمعلومات مهمة جدا بتساعد الشركة إنها تشوف سوقها بشكل أحسن وتستغل فرصه وتتجنب تهديداته. الهدف الثالث تحديد العلاقات ما بين التعديلات والنتائج، الكاجوال ريسيرش. أحيانا بتحتاج الشركة إنها تختبر التعديلات في المنتج أو الأسعار أو طريقة الدعاية اللي بتشتغل بيها أو أي تعديل تسويقي تاني قبل ما تطبقه. مثلا المطعم هيسأل إيه اللي هيحصل في عدد الناس اللي بيشتروا وجبة معينة لو سعرها زاد مثلا جنيه، وشركة تدريب هتسأل كام متدرب جديد هتجذبه ليها لو قللت مصاريف كورس معين ل 300 جنيه، وشركة غيرهم هتسأل كام واحد هيشتري منتجها لو زودت مصاريف الإعلان 1000 جنيه، وهكذا. لحد هنا نكون انتهينا من الفيديو ده. ما تنساش لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة علشان تشوف الفيديوهات الجاية. السلام عليكم.